تخيل معايا إنك تقدر تعمل أغنية كاملة بكلماتها ولحنها وتوزيعها الموسيقي الاحترافي، والسر كله إنك بمجرد بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي كأنك بتدردش مع صاحبك على الشات. في الفترة الأخيرة ظهر موقع جديد وقوي جدا في الساحة اسمه توني سونا. الموقع ده بدأ يعمل ضجة وقلبان كبير لدرجة إن الناس وصناع المحتوى بدأوا يقارنوه بمنصة سونو الشهيرة بشكل مرعب. في فيديو النهاردة إحنا جايين نختبر الموقع ده عملياً ونشوف هل فعلاً يقدر ينافس سونو، وهل تقدر تعمل أغنية احترافية 100% بدون أي خبرة موسيقية حرفياً ولا لا. تابعوا معايا. قبل ما ندخل في الشرح والخطوات خليني أسمعكم مثال بسيط جداً وعينة لأغنية رمضانية دينية طلعها الموقع ده عشان تشوفوا الجودة. نور الهلال هلل علينا وشهر الخير جالنا، بابه مفتوح للطيبين ورحمته مالية دنيانا. زي ما سمعتوا، نقاء صوت وتوزيع كأنه خارج من استوديو حقيقي. فخلينا بقى بدون مقدمات كتير، ما تنساش اللايك المتين والاشتراك في القناة، ويلا بينا ننتقل للشرح. دي واجهة الموقع اللي بكلمكم عنه النهاردة، توني سونا. وعشان تبدأ الخطوة الأولى بسيطة جدا، هتيجي هنا وتضغط على كلمة Start Free Now أو Log In عشان تسجل حسابك. والمميز هنا إنك أول ما بتسجل الموقع بيمنحك تلقائيا 30 نقطة كريدتس مجانية تماما عشان تجرب بيهم وتعمل أول تراك ليك. بعد ما سجلنا ودخلنا الواجهة، أول حاجة هتلاحظها إن الموقع بيعمل اللغة العربية بشكل كامل وصحيح، وتقدر تغير لغة الموقع بضغطة زر واحدة من القائمة عشان يسهل عليك التعامل. تاني حاجة هتلاقي ميزة ذكية جدا اسمها ادع واربح أو الريفيرل. دي لو ضغطت عليها هيديك رابط إحالة خاص بيك، مجرد ما تنسخه وتبعت لأصحابك أو تنشره، وأي حد يسجل من خلالك حسابك بيتحول له 10 نقاط إضافية تلقائياً ومجاناً. ودي حركة صياعة جداً عشان تجمع نقاط وتفضل تستخدم الموقع من غير ما تدفع ولا مليم. ندخل بقى على الشغل التقيل والسحر الحقيقي. لو لاحظت في الواجهة هتلاقي خيار اسمه الوكيل أو الإيجنت، وفكرته بكل بساطة إنك بتتعامل مع ذكاء اصطناعي تفاعلي عبر المحادثة. بتكتب له اللي في دماغك ببساطة ومن غير تعقيد. هكتب له البرومبت ده: عايز أغنية عيد ميلاد باسم محمد، تكون مصرية وباللهجة العامية المصرية، صوت رجل احترافي وبدون أخطاء لغوية. بمجرد ما بتضغط على السهم وتعمل إرسال هتلاقيه بيقولك جاري التفكير، ويبدأ يحلل طلبك ويكتب الكلمات والأسلوب المناسب فوراً. بالفعل زي ما أنت شايف على الشاشة، بعد ما فهم كلامي عملي زي سكريبت مقترح بالكلمات والأسلوب وجايبها بروح مصرية احتفالية. كل اللي هعمله حالياً إني هضغط على ثبت وانشئ الكلمات والأسلوب. وهنا في نصيحة ذهبية عايزك تاخد بالك منها كويس جداً. الموقع بيكتب كلمات احترافية، بس بعض الكلمات ممكن ما تطلعش مشكلة بالحركات الفتحة والضمة والكسرة، فبالتالي ممكن النطق يغلط في حاجات بسيطة. عشان تتفادي ده وتطلع النتيجة 100% صح، شكل الكلمات الضعيفة أو الغريبة بنفسك جوه المربع. بعد كده هننزل تحت نختار جنس الصوت ذكر ونضغط على تأكيد وبدء توليد الأغنية. والمفاجأة إن الموقع مش بيعمل لك أغنية واحدة، ده بيولد لك أغنيتين في دفعة واحدة لنفس الأمر. في لحظات وقت قليل جدا الأغاني خلصت وبقت جاهزة. خلينا نسمع النسخة الأولى مع بعض. منورة وكل الأحباب حواليك فرحتهم كبيرة، يا محمد يا غالي يا أجمل حكاية، في عيد ميلادك بتضحك لنا كل الزوايا، كل سنة وانت طيب يا محمد يا حبيبنا، فرحتك الليلة مالية القلب وقريبة مننا، نغني ونفرح ونقول لها بأعلى صوت، يا محمد نجم الليلة يا أحلى صوت. طالع مبهج جدا وصوت المغني قوي ومفهوم. طب خلينا نسمع الأغنية التانية
اللي طلعت معها. اللحن هنا مختلف تماماً وتوزيع تاني خالص. ده يوم فرحة والدنيا منورة، وكل الأحباب حواليك فرحتهم كبيرة. يا محمد يا غالي يا أجمل حكاية، في عيد ميلادك بضحك لنا كل الزوايا. كل سنة وانت طيب يا محمد يا حبيبي. أنا بالنسبة لي صراحة الأغنية الأولى أفضل بكتير وأقرب للقلب. طيب افرض اللحن ما عجبكش أو عايز تعدل حاجة، هنا بتظهر الميزة الأقوى في تيون سونا. مش هترجع تعيد من الأول. من خلال نفس الشات اللي واقفين فيه هتقوله بكل بساطة عدل لي اللحن. بمجرد ما طلبت منه تعديل اللحن، الوكيل الذكي هيرد عليك ويقترح خيارات دقيقة. هل حابب تغير طابع اللحن؟ ولا تغير المقام الموسيقي؟ ولا تضيف إحساس شرقي؟ أنا هختار تغيير طابع اللحن وأقوله إرسال. هتلاقيه بيقترح عليك أطواق تانية ويقول لك عايزه شرقي أصيل ولا عصري شبابي ولا كلاسيكي راقي. هكتب له طابع شرقي أصيل وأقول له ابدأ الإنشاء، وخلال ثواني أعاد توليد الأغنيتين بروح شرقية جديدة تماماً فيها عود وطبلة وشغل سلطنة. نيجي بقى للتحميل. لما بتضغط على زر التحميل الموقع بيديك خيارات خرافية. تقدر تنزل الأغنية الأصلية كاملة أو تنزل المقطع الموسيقي بس، يعني التراك والمزيكا من غير صوت المغني، أو تنزل النوتة الموسيقية. وغير كده لو ضغطت على الثلاث نقط هتلاقي حاجة اسمها ترخيص تجاري، تقدر تحمله كوثيقة رسمية تثبت إن الأغنية دي بتاعتك وباسمك عشان تحميك من أي مخالفات كوبي رايت على السوشيال ميديا. عشان نقفل الجدل ونعمل مقارنة حاسمة، أنا رحت على منصة سونو الشهيرة وحطيت نفس البرومبت بالضبط وبنفس الشروط عشان نشوف النتيجة. لما جربنا نسمع النسخة اللي طلعت من سونو، الأغنية طلعت عادية واللحن تقليدي وما حسيتش فيه بفهم حقيقي لروح اللهجة العامية المصرية زي ما حصل في توني سونا. ومن هنا النهاردة يومك يا محمد والفرحة مليك كل بيت، ضحكتك تسبق الكلام وتنشر بهجة في السكوت. كل اللي حواليك بيقولوا يا الحكم النهائي بتاعي إن تيونزونا يتفوق بشكل مرعب بسبب ميزة الوكيل التفاعلية الشات وسهولة التعديل المرنة وفهمه العالي جدا للهجات المحلية ونقاء الصوت البشري. سيبك بقى تجرب الموقع الاحترافي ده بنفسك، ومستني تقول لي رأيك تحت في الكومنتات هل فعلا يستاهل ولا لا. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وأشوفكم الفيديو الجاي.